خبر طلع النهارده في النادي الاهلي وهو عقوبه احمد عبد القادر. كابتن خالد بيبو مدير الكره الجديد خليفه كابتن سيد عبد الحفيظ وقع عقوبه قدرها 200 الف جنيه على احمد عبد القادر على خلفيه التصريحات او على خلفيه الهجوم اللي كان هاجم به احدى صفحات النادي الاهلي وبعض من جماهير النادي الاهلي. وفي رأيي الخبر بيحمل شقين. الشق الأولاني هو الكابتن خالد بيبو أول عقوبة أو أول قرار بياخده كمدير كورة، وفي رأيي العقوبة موفقة والإعلان عنها موفق، لأن زي ما احنا عارفين مش كل العقوبات بيعلن عنها، ولكن خطأ أحمد عبد القادر كان في الإعلام وكان معلن عنه، فبالتالي عقوبته لازم توازي الخطأ نفسه، لازم تبقى في الإعلام ومعلن عنه. ففي رأيي ده أول خبر أو أول موقف موفق من الكابتن خالد بيبو مدير الكرة الجديد للنادي الأهلي. الشق الثاني وهو أحمد عبد القادر نفسه، الخطأ أو مهاجمة صفحات أو جمهور النادي الأهلي. والحقيقة هنا أحمد عبد القادر ممكن يكون معاه حق في بعض من الكلام اللي قاله. ممكن يكون في جمهور فعلا، في صفحات فعلا بتاخد فلوس من اللعيبة علشان تطلع لعيبة كويسة وتطلع لعيبة مش كويسة. بس الحقيقة هي دي مش مشكلتك انت يا احمد، يعني مش قصتك انت ومش دورك. ليه؟ انت فتحت على نفسك باب ان انت لازم تقيم الناس اللي بتتكلم او الصفحات اللي بتتكلم. طيب، دي علشان الناس قالت لك مثلا ادفع. طب الناس اللي ما قالتلكش ادفع، انت هل هتاخد بقى على عاتقك فكرة ان انت تقيم كل حد بيتكلم؟ يعني لو حد انتقدك او اتكلم عنك بشكل كويس، هل احنا مثلا هناخد اللي بيتكلم عنك بشكل كويس ان هو واخد فلوس منك؟ طب هل كل اللي بينتقدوك بياخدوا فلوس او بياخدوا فلوس علشان خاطر يقولوا عليك الكلام او ينتقدوك بالشكل ده؟ فانت فتحت باب او خدت دور مش بتاعك. انت دورك ان انت تاخد الانتقادات. طالما فتحت ودنك ان انت تسمع انتقادات من الناس، فما ينفعش ان انت ترد. وعليك حاجة من الاتنين: يا اما تقفل ودانك وما تسمعش، يا اما لو سمعت تاخد وتحلل الانتقادات اللي بتسمعها دي بشكل ايجابي. حد بيقول لك انت يا احمد ما بتلعبش كرة بشكل سريع، انت بتاخد الكرة تموتها، انت مقتنع ان انت انيستا او رونالدينيو، والكرة بتتقطع في رجلك وما بتعملش اي حاجة للفريق وبتعطل اللعب. طب هل كلامه صح او غلط؟ دي بتاعتك انت. شوف هل انت بتاخد الكرة كام مراوغة بتعملها في الماتش او في الكام دقيقة اللي بتلعبهم، كام مراوغة منهم ناجحة؟ والكام مراوغة اللي ناجحة كام واحدة منهم بعد بتفيد بيها النادي او بتفيد بيها الفريق؟ يعني انا ممكن ارقص وفي الاخر ابص بالكرة ملهاش لازمة، او ممكن اطلع الكرة بره او اشوطها ورجلي تبقى ضعيفة. انت بتفيد الفرقة ازاي؟ انت حلل نفسك، انت شوف المعلومة اللي بتسمعها دي بتفيدك ولا لا. طب انت يا احمد كم مرة غيرت ملعب؟ كم مرة بصيت من وان تاتش؟ كم مرة بصيت ثرو مش متوقع وصح؟ فانت شوف، انت طور نفسك. انت بتلعب برجلك الاتنين ولا برجل واحدة؟ انت سرعتك دي بالكورة ولا من غير الكورة؟ انت اللي في ايدك تطور نفسك. فانت لما هتسمع انتقاد من حد، والله لو صح خد بيه، لو مش صح انت برضو ما تاخدش بيه وتبقى فاهم. اما قصة ان انت بتقول انا 24 سنة وعملت وسويت وانت قد عملت ايه وانت تافه، مش شغلتك يا احمد. وبعدين انت لو شايف نفسك ان انت عملت، فده في حد ذاته بداية الفشل. انت ما عملتش حاجة يا احمد. انت قفلت النادي بكم. أنا مش بقول ان انت مش مؤثر او مالكش لازمة، بس انا بقول انت مش كريستيانو، انت مش ميسي. انت ليه بتقول انا 24 سنة وعملت؟ انت مش امبابي. امبابي دي كنا بنقولها لعيب 24 سنة واخد كاس عالم واغلى لعيب في العالم وي وي وي. فكنا بنتكلم نقول لعيب 24 سنة وكده، لكن انت عملت ايه؟ انت ما... انت كلامك ما يوزيش انت ما تبقاش حافظ مش فاهم. وبعدين انت مش دورك ان انت تقيم الناس، انت دورك واللي انت محترف وبتاخد فلوس علشانه. ومحترف دي بالمناسبة ده معناها ان انت ليك دور معين بس تعمله. انت محترف عشان خاطر الناس هي اللي تقيمك، مش عشان انت اللي تقيم الناس وتقيم انتقاداتهم انت صح وانت غلط. والجمهور مش عبيط يا احمد. الجمهور لو شافك كويس، لو ناس قالت عليك وحش مش هيصدق، هو شايفك كويس. والعكس، لو في ناس بتطبل لك وبتقول عليك كويس وبتاع، هو فين يا عم؟ احنا بنشوفش في الملعب بيعمل كرة، وجمهور الاهلي ما بيضحكش عليه، وهنروح بعيد ليه؟ واخر حاجه حاصله دلوقتي هي الكابتن خالد بيبو، الكابتن بتاعك مدير الكرة بتاعك دلوقتي. الناس كانت شايفة قرار ان هو يجي بعد كابتن سيد عبد الحفيظ قرار غلط من الإدارة، كابتن محمود الخطيب. الناس بتنتقد الإدارة وبتنتقد كابتن محمود الخطيب، وعادي. احنا لا بنعبد إدارة ولا بنعبد، عادي، احنا اللي بنشوفه بعينينا بنتكلم عليه. إذا حتى لو في حد بياخد فلوس علشان يقول حاجة وعلشان يعمل حاجة، ما كانش حد غلط.
ما كانش حد غلو، وكل واحد دفع له 1000 جنيه، 10 آلاف جنيه، 100 ألف، دفع اللي دفعه عشان ياخد نتيجة، عشان الناس تطبل باسمه. مفيش حد بيعمل كده، مفيش حد هيعرف يضحك على الناس. انت كل اللي تقدر تعمله هو انت تتحكم في ادائك انت في الملعب، انت مفيد ولا مش مفيد للفرقة. الناس دي كلامها صح ولا كلامها غلط، وصح ولا غلط ده لنفسك انت، مش ان انت تقيم وتحكم، لا، علشان تحكم اذا كنت انت هتاخد بالكلام ده ولا مش هتاخد بيه. انما ده بياخد فلوس، ده مش بياخد فلوس، مش بتاعتك، مش بقصتك. بس وربنا يوفق النادي الاهلي.